ايوه. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيلم سيما بودكاست. وايوه والنهارده معايا ضيف جديد. هو مش ضيف، هو صديق عزيز واخ يعني وصاحبي، رفيق الكفاح ايوه والسعي والورشه وكل حصل حاجه حلوه. حصل. محمد النجار، ازيك يا نجرو؟ اهلا ابو صلاح، عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كويس. الحمد لله تمام. اخبارك انت ايه؟ طمني وحشني عليك. جدا وحشني جدا. و... وانت اكتر والله يا نجار، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل، الحمد لله. انت قلت جملة اللي هي صديق الكفاح والورشة، فدي حقيقية جدا. ف تمام. طبعا طبعا طبعا. انا اتعرفت على نجار من خلال ورشة صديقنا وحبيبنا الله يرحمه اياد مم. داوود، الله واكيد يرحمه. هنتكلم عنه لسه كتير في الحلقة. مم. بس خلينا كده مبدئيا. انت اعتقد ان انت شفت الحلقات او شفت جزء من الحلقات اللي فاتت. حصل هو حصل فيلم جميل سيما جدا. بودكاست. اه والله. احنا بندردش وبنتكلم، مش بنعمل اسئله واجابات، بس بندردش كده مم. وبنتكلم عن التمثيل وعن الفن يعني، بس في اطار فيلم سينمائي يعني. مم. فبنحاول كده مع الضيف اللي معانا نعرف منه ايه قصته مع التمثيل وازاي حب الفن، ونتكلم عن الادوار والحاجات اللي عملها. فخلينا كده مم. نبتدي بتتر البدايه معاك يا نجار. وانت ازاي حبيت التمثيل والموضوع بدأ معاك ازاي؟ اوكي. انا يعني الموضوع ابتدى معايا ازاي؟ مش الاجابات اللي هي اللي من بحلم التمثيل وانا صغير والحاجات دي، لا، ما حصلش بصراحه. اللي حصل ان انا آم، ما كنتش لاقي نفسي في الحياه، مش عارف انا عايز ايه، وتايه. تايه بمعنى تايه فعلا، مش عارف، بس انا مش حاسس ان انا فت في المكان الصح. مش عارف، حاسس ان عندي حاجات تانية كتير مكبوتة، ايه هي؟ انا ما عنديش اجابات ليها. ودي كانت اسوأ حاجة يعني. في مراحل. لسه مرحلة بتكتشف، حد لسه عارف هو بتدور عايز ايه. على حاجه. ايه دي اسوأ لسه حاجة بتكتشف، لسه بتدور. اصلا. بالظبط. فابتديت امم الرحلة دي مثلا وانا عندي ايه بتاع 26 سنة كده. تمام. اللي هو انا عايز ايه مش عارف، لكن في ناس تانية هي عارفة عايزة ايه، بس عايزة بقى توصل. فدي مرحلة احسن، انا ما كنتش موجود في الحتة دي. بالظبط. فجربت كذا حاجة، جربت كذا حاجة بارل مع شغلي، يعني ده مع شغلي الاساسي. جربت، قلت انت بتحب ايه يا نجار؟ انا بحب الجيم، بحب اتمرن والجو ده. فدخلت وبقيت بيرسونال كوتش في جيم الاول، وقعدت كده شويه فعلا بس. عملت كده؟ انا اه اول مره اعرف اه المعلومه دي. اه بس ما لقيتش حلو. نفسي قوي. ما لقيتش نفسي قوي ان انا بكرر السيناريو ده كل يوم. ما حسيت ان انا بحب اتمرن اكتر من ان انا ابقى كوتش يعني. تدرب حد. دخلت في امم حته الاذاعه، ان انا اخدت ورش اذاعه. انبسطت شويه، بس ما حسيتش نفسي ورا المايك شويه يعني ما حسيتش ان هو ده لو بعمل كل يوم الحاجه دي هبقى مبسوط. قلت طب انا عايز اعرف انا امتى هعرف ان الحاجه دي بحبها ولا لا. اكتشفت ان الاجابه، انت لو بتعمل الحاجه دي 24 ساعه بدون مقابل مادي وعلى قلبك زي العسل، يبقى دي الحاجه اللي انت بتحبها. فلكن لو بالظبط. بتعملها ومنتظر مقابل مادي عائد يساتسفاي الحته دي علشان ده مجهودك، يبقى لا، مش بتحبها قوي. ف... فكل ما بدخل حاجه لا انا عايز مقابل، كل ما بدخل حاجه لا انا عايز مقابل. دخلت حته الدوبلاج برضو، انا يعني كنت فيها شويه وبس، برضو ما حسيتش ان ده اقدر اعيش كده. دخلت مم. في موضوع مع انك كنت الموديلنج. شاطر فيها يعني، انت كنت ايام الورشه انا فاكر كنت بتعمل لنا حاجات كده دوبلاج، فانت كنت شاطر في الحته دي جدا. بس حاسس ان انا عندي اكتر من ده. يعني برضو امم الدوبلاج، فاهم يعني، ها، تنتوفه كده، فاهم. جزء. بس يعني حاسس ان انا لسه اه. متكتف. انا عارف لما تفضل عامل كده حد مكتفك، فانا حاسس بكده. فجربت ايه تاني؟ جربت ان انا ادخل في حته بقى الكوتش اللي هو اللايف كوتش، وان انا
اسمع للناس، ولقيت ان في مذاكره وحاجات كتير. انا مش بتاع القرايه، بكره القرايه، بكرهها، ودي حاجه وحشه جدا في البني ادم عامه. ما انصحش بحب اي اخد ممثل معلوماتي بيها من يا جماعه. الفيديوهات، بحب اخد معلوماتي من الفيديوهات. يعني عندي مثلا اشوف اوديو بوك بس ما اقراهاش، يعني اسمعها بالساعات فهمت ما قصدك. عنديش مشاكل، فاهم؟ لكن انا اقعد اقرا لا، بحس بملل. لكن اسمع او اشوف فيديو اخد معلوماتي منه انا تمام جدا، اقعد بالساعات ما عنديش مشاكل. ف... بالظبط. فما حسيتش نفسي في ده لحد ما بالصدفه، بالصدفه بعت التركواز كاستنج ستوديو، قلت لهم انا عايز اعمل كاست عندكم وبتاع علشان الاعلانات. انا عايز ادخل في موضوع الموديلنج، فانا مش فاهم، ما اعرفش اصلا تركواز ليها دعوه بالتمثيل، ما فيش ها. فقالوا لي اوكي. ردوا عليا رد غير السؤال اللي انا عايزه. قالوا لي طب حضرتك احنا اول ورشه تمثيل بتبتدي في كذا، يعني مش فاكر كان بعد رمضان تقريبا. ورشه تمثيل؟ يعني ايه يعني ايه ورشه اصلا؟ انت فاهم ان انا ما جيتش ازاي؟ فاهم يعني ايه ورشه اصلا؟ فاهم يعني مثلا كورس ما انت ماشي، مش يعني مش يعني مش ورشه مهتم بالمجال المصطلح فما نفسه انا تعرفش مش، تفاصيله. انا ما اه جيتش فاهم فالمهم قلت طب اوكي اشوف التمثيل. رحت مع اياد داوود الله يرحمه. يا الله نهار يرحمه. ابيض، يا نهار ابيض، ان انت تحس خلاص بقى، بالبني ادمين. انا اتسحلت بقى خلاص، انا دخلت غطست. حبيتش خلاص انا الموضوع دخلت قوي. مع اياد. وعايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، ان انا لو كنت ابتديت الموضوع مع حد تاني غير اياد كان ممكن ما يكونش فيه نفس كان ممكن ما الامباكت اللي حصل. تحبش. والله اه اياد كان بيعلمنا، لو تفتكر، ان انت تبقى بني ادم انسان قبل ما تكون ممثل. طبعا تبقى انسان آه كويس عشان تبقى ممثل كويس. جدا جدا، وان انت ما تحكمش على حد، وتحس بالناس وتحضن الكاركترز دي وتتكلم على لسانهم وتكون المحامي بتاعهم. لا لا، ايه ده؟ ايه المشاعر الجميله دي؟ ف ف طبعا. فحبيت جدا، وابتديت بقى اشوف حاجه فيا كانت زمان وانا صغير فيا وكنت بعاني منها وما كنتش فاهمها عندي. يعني انا وانا في المدرسه وانا صغير وفي الجامعه وفي النادي، كان الدحيح صاحبي، المتدين صاحبي، المنحرف صاحبي، الفاشل صاحبي، النيرد صاحبي، الدحيح صاحبي. كان كل عندي الناس. كوليكشن صحاب مش لايقين على بعض، ما ينفعش اجمعهم ببعض، وكل حد فيهم حاسس ان النجار شبهه يعني تمام، فبيستريح لي فبيتكلم معايا. فدي اللي حسيتها اول ما دخلت التمثيل بقى. فاهم قصدي؟ انا بكلمك بمنتهى فاهم طبعا الاريحيه. طبعا طبعا. ف... فمن هنا بقى ابتدت الايه، السحله. بس حلو. حلو الكلام ده قوي. وبدأت من خلال دي كانت أول ورشة بقى مع إياد صح؟ الله يرحمه. 2017. 2017. وبعد كده جروب ابتديت ايه؟ تاخد ورش تانية مع ناس تانية مختلفة عشان تتعلم امم برضو وتطور من نفسك. جدا. يعني ابتديت اخد ورش، يعني اخدت ورش مع كتير وبعد كده بقى بعد مرحله الورش عملت حاجه غريبه جدا. انا ايه. دي بقى اللي تقول لك ان انا فعلا بحب التمثيل. مش انا لسه قايل لك انا بكره القرايه؟ امم. انا قريت كميه كتب في التمثيل رهيبه. خلاص يعني بقى بقول لك انا والله بكره، ما بعرفش اقرا يعني، ما عنديش خلق اقرا صفحه، فاهم؟ فان انا بس ده اقرا تمام. كتب، تمام، ده انا كنت مستمتع يا معلم، فاهم يعني؟ يعني ان انا اقعد اقرا وكتب بقى وانجلش بقى، يعني مش حاجه بقى سلسه بالعربي وبتاع وفي مصطلحات رخمه ده لا. انجليش وترجمة وحوارات لا لا، لو في مثلا مصطلح معين انا الكلمه دي ما عدتش عليا مع واحد بيكره الترجمه، قصدي بيكره، قصدي انا اسف، القرايه، خلاص القراية. اقفل الكتاب يا معلم، شكرا. لا انا كنت اقعد استنى لو في كلمه مش فاهمها، بالذات ان معظم طلعها الكتب، بالظبط معظم الكتب اللي ليها دعوه بالتمثيل، ماشي، هتلاقي كتب قديمه ناس، فالمصطلحات القديمه بتاعت الانجليش مش سهله. لسه اقول لك قديمة وبالانجليزي كمان. يعني في كلام احنا يعني ممكن نقول صعب. نفس الجمله بس بمعنى تاني، مصطلح تاني. فلا كنت بقرا كتير بقى وبتاع فاتسحلت بس.
حلو. ومن بعد او اثناء الفتره بتاعت الورش دي بدات بقى ان انت تسعى لفكره الاحتراف، جه في دماغك بقى اللي هو لا انا عايز احترف التمثيل، انا عايز اعمل ادوار وامثل بقى وكده، يعني الموضوع كان هوايه الاول وبعد كده دخل في دماغك فكره انك عايز تحترفه؟ جدا 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 جدا، عايز بقى اللي انا اتعلمته ده، هو اتكلم بقى على لسان الناس واحس بيهم واقول لهم ده بيتكلم ازاي، ده حاسس بايه، حسن ده بيقول ايه، علي ده عنده ايه، ادم ده، حلو. فاهم قصدي؟ بس فالسحله ابتدت من هنا بقى، ونلف على مكاتب وبتاع واوديشنز واعمل اوديشن وما يكلمونيش، واروح لوكيشن خلاص هصور نيكست، يقول لي معلش يا فندم احنا فركشنا، ما في، لا 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 ده حصل نمر، يا لهوي على الضحك. ونقابل كتير بعض انا وانت في اوديشنز كتير يعني كتير. على يدك. طبعا. طب ايه اول دور جالك بقى بعد ما سعيت شويه حلوين كده؟ اول حاجه اللي انت بقى مش هتصدقه، ان انا كنت لسه ما ساعدش وجالي، بص انا ابتديت 2017 تمام حلو. كده، وانا من اسكندريه. تمام. حلو، كنت اروح ايه بعد الشغل الورشه، ماشي، اخلص شغلي عادي جدا في اسكندريه لحد الساعه 4 ولا 4 ونص، اخد عشان العربيه تيجي اروح الورشه. اسكندريه، اخد الورشه اخلصها، بعد كده اروح البيت متاخر يا عشان انا. جماعه انا عايز اقول لكم، انا شاهد على هذه القصه، قصه لا الكفاح. الراجل ده شفت فيلم القاهره مكه؟ ده القاهره اسكندريه. يلا اسكندريه اسكندريه. بجد كان بيعمل مجهود رهيب. ان هو بيشتغل الصبح وبعد ما يخلص شغله يجي من اسكندريه عشان يحضر الورشه مرتين في الاسبوع، غير حضور الورشه لو في اوديشن في مكان او حاجه، هو بيخلص ده ويخلص الورشه ويطلع على الاوديشن عشان لو في نصيب ربنا يكرمه بحاجه في اوديشن. فلا الراجل ده تعب يا جماعه وشيء قوي بصراحه، انا شاهد على قصته. بص هو الحمد لله، بس والله يعني انا مش عايز ابين ان انا جامد، لا انا مش كده خالص، بس كلنا هنعمل حاجه دي لو بنحبها، يعني انا على فكره طبعا. لو مش بحب التمثيل مش هعمل كده خالص، يا لهوي اروح القاهره رايح جاي، انا عبيط ولا اكيد. ايه يعني؟ ليه مغيب؟ بص انا دايما بقولها انه لو حد بجد مش بيحب الشغلانه دي قوي 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 مش هيتمسك بيها قوي قوي قوي، ومع شغلانه صعبه، اول قلم زي ما بيقولوا هيلف ويرجع. لا تماما. لا لا، تماما. متعبه نفسيا جدا. جدا جدا. أوف، يعني صعبه ما صعبه صعبه. علينا. اه ف فاول دور بقى احكي لي على اول دور. اه فاول يعني انا مثلا خلصت الورشه، تمام، ورشه اياد، حلو، واخدت ورشه تانية. مم. اول رمضان على طول جالي 3 مسلسلات، كل مسلسل كان مشهدين 3، بس 3 مسلسلات في السيزون، فاهم حاجه؟ ما انا شاء قلت الله، دي حاجه ما عظيمه الموضوع جدا. سهل اهو يا جدعان، امال بتعقدوها ليه؟ ما هي حلوه، فاهم؟ بس آه فقلت بقى انا خلاص انا عديت، فاهم؟ في اول انا هبقى رمضان احمد ده السقا اللي جاي. احمد سقي، انا يا جماعه واحده واحده الحاجات عليا شويه، فاهم يعني؟ بس ايوه. فعملت اول حاجه خالص في حياتي، كانت في مسلسل نصيب واسمتك، تمام. نصيبي واسمتك. واحد، نصيب واسمتك اول واحد. جزء. مم. اه ماشي. ف... فكان حتى مع ريم مصطفى واستاذ ريم مصطفى، فكان اول حد اقف قدامه خالص، فاهم؟ وكان معانا جيلان علاء حتى كمان. كان مشهد اول حاجه اعملها في حياتي، تمام. وبعد كده الرحله، في مسلسل الرحله ده تاني حاجه. مم. فبعدها قلت بس ده انا فتحت معايا وهكسر الدنيا دغدغها. انا عايز اقول لك صحراء جرداء بلا اي مكالمه تليفون يعني ولا ثلاث اوديشن. ادوار ورا بعض وبعد كده والله يا ابني مفيش. ما فيش، انا مش موجود. فاهم؟ واخد ورش خلاص بقى، كده شكرا. ريحت تريحه عسل، فاهم؟ ف فما فيش في التمثيل ده زي ما انت لسه قايل، مجال، لا مش متوقع، محدش يتوقعه، محدش يفهمه، ملوش ملكه. وملوش منطق. اللي هو والله بجد حاجات يعني بتحصل مثلا كده. بالظبط، لو عايز تبقى مهندس او عايز تبقى محاسب او عايز تعمل كذا، هتعمل واحد في اتنين ستيبس، تلاته، في خطوات. اه. بالظبط،
هتعمل 1 2 3 4 هتلاقيه. تمام. التمثيل بقى مفهوم. انت ممكن توصل ل4 من غير ما تعمل 1. ممكن تعمل من 1 بالظبط. لحد 10 وبعد كده تلاقي 4. يعني فاهم يعني مفيش الف ب. لا انت ما لهاش منطق، فما تحاولش خالص. تمنطقها. ومفيش باب معين، يعني مفيش باب ومفيش سعي. باب معين. لا، في كذا باب سعي. فاهم. مليون باب فاحنا تحت. بنعمل احنا بقى بنخبط على كله، تك 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 تك، ونشوف الدنيا. الله ينور عليك. بالظبط. ماشي. طب رجعت بعد كده مشيت تاني ازاي، او العجله دارت تاني ازاي؟ اللي انت عملته بعد مش كده ادوار مميزه بقى في حلوه الدنيا اه سكر وحاجات كده. الحمد لله. ده في اخر سنتين، يعني اخر سنتين ابتدت تشد حيلها تاني. يعني قعدت مثلا كان بتاع اوديشنز برضو؟ اه كلها اوديشنز. كلها اوديشنز. قعدت 3 سنين كده مفيش صرصور الحقل. فاهم، مفيش اي حاجه لحد ما اتسحلت شويه. في ال3 سنين دول بقى كنت ايه، بقعد اقرا، اخد ورش، اشتغلت بالظبط، مسرح برضو تشتغل على شويه. نفسك طول الوقت. بالظبط اشتغلت مسرح شويه يعني، حاجات انا ما حضرت انا كنت حاسس. المسرحيه، اه كانت جميله على اه فكره. يعني الحمد لله الحمد لله. انا حته المسرح جه عليا وقت، لا انا بحب المهنه دي. وابتديت اتكسف ان انا ممكن اكون ممثل وما دقتش خشبه المسرح، ما وقفتش عليها. فلا، صح. لا انا عايز لازم حتى لو تجرب. مش لازم اجرب. يعني ما لازم تجرب. ازاي ما اقفش ما ينفعش. بالظبط. فكنت مع فريق وشمع وملحه، جميل جدا 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 جدا، انتاج ذاتي واحنا كنا بنعمل كل حاجه لا كان جميل. اخراج مايكل تادروس، شخص في منتهى الجمال. انسان بجد الراجل ده جدا. فاشتغلت على نفسي وبعد كده جالنا كان بقى ايه. وكان برضو في العرض خلينا نذكر صديقتنا منى لطفي، صديقتنا اه بنمسي اه عليها. اه 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 ممثله اه شاطره جدا برضو بقى. جدا جدا موهوبة جدا. ف طبعا. آه، فابتديت اشتغل. اتبسطت بتجربه المسرح دي؟ اه حاجة تانية خالص. امم. احساس تاني. احساس تاني. انا في ناس بتقول ان المسرح اصعب من الكاميرا، بس انا ممكن يكون ليا وجهة نظر مختلفة شوية. قول لي آه، عليه. اقول لك عليها. مش عارف، ممكن ناس يعني حد يكون حاسس ده ولا لأ، بس أنا حاسس إن الكاميرا ليها هيبتها شوية في حاجة. أولا طبعا. المسرح اللي بيساعد الفككان وإن أنت تكون فاكك حاجتين. أول حاجة الانرجي اللي أنت بتطلعها والصوت العالي، ماشي. فده بيخليك فاكك شوية. أي تنشن أنت بتطلعه في بتطلعها في صوت، الصوت وفي ماشي، الحركه. وبتطلعه في الموفمنت والحركه. انت لو في الكاميرا بتعمل كده بحساب، لكن صح. انت المسرح انت بتتحرك وبتعمل. فالعرق ده، العرق والمجهود والانرجي دي بتقلل من التوتر. تاني حاجه ان الدنيا ضلمه تماما وفي نور كبير وناس فانت مش جايه مركز مع الجمهور بقى. اه. بالظبط. وناس جايه مركز مع نفسك. ناس جايه تستمتع مش جايه تحكم. يعني صح. يعني يعني انت برضو ايه، في سنس كده صغير. فاهم، الناس اللي ورا الكاميرا، في مخرج مساعد، دي او بي، الناس دي وبتاع بروفيشنال قوي. والكاتب. ناس في الشغلانه فاهمه الممثل ده شاطر، الممثل ده كذا. فانت بيكون في السب كونشس هنا اللي فشخك في حياتك الناس دي ومبهدلك. بتحكم عليا. هل انا ايه، هل انا تمام، هل انا كذا، غير لما بتقف قدام ناس جايه تستمتع. فاهم. صح. ف... صح. فده معايا انا لا بيحسسني ان المسرح مش اسهل، بس ما اكثر ابداعا. بيحطكش. اه اه. يعني بالظبط اكثر فككان. وما فيهوش حسابات لا الدراما مثلا او السينما. امم. بس. حلو.
طيب انت لعبت شويه ادوار كده في حاجات مختلفه، من ضمنها حلوه الدنيا سكر، ومن ضمنها قول لي كده، اذكر لي كده بقيه الاعمال اللي انت اشتغلت فيها نجار. اوكي، في حلوة الدنيا سكر، في بدل حدوتة 3، بعد بدل كده الحدود ثلاثه. وبعد كده شبه ميه. يعني الحاجات اللي لمست ناس شويه، شبر ميه. وكان بالظبط. وفي بعد كده حلوه الدنيا سكر مع هنا الزاهد. كان كاركتر كده واحد حلنج كده وبتاع، فده كان بعيد عني يعني، كان لطيف يعني. لؤي ده كان شخصية لؤي كانت حلوة. و... وفي بعدها فيلم مطرح مطروح، ومسلسل هرشة 7، وفي مسلسل سليف ماركت دكة العبيد. ده كان مسلسل يعني الحمد لله عالمي يعني، مش مصري. كان بيتعرض على شاهد، وكان فيه جنسيات مختلفة، أفارقة وهنود صورته بره صح ولا في مصر؟ كان في حاجات هنا في مصر. وكان إنتاج سعودي، والمخرج أستاذ الأسعد الوسلاتي، مخرج تونسي. اه الراجل ده عبقري يا جدعان. فكنت بمثل مع انجليز وهنود اللوكيشن بتاعهم كان مختلف يا نجار عن الحاجات اللي اشتغلت فيها في مصر يعني؟ هو عامة كرو الإخراج يعني كان في معانا مصريين يعني، بس اوكي. المنظومة نفسها مش مصرية. بس منظومه الأسامي عالميه. بقى الأسامي بقى فاهم. بس حلو. الممثلين لما تمثل مع ما تمثلش مع مصريين خالص، الموضوع يعني لطيف يعني. امم. بتجرب كالتشرز مختلفة، فاهم. ان وكان مطلوب مني ان انا ابقى بريتش سولدر وبتاع، ان انا اكون ضابط انجليزي بريطاني، فاهم. امم. وسبحان الله في حاجه غريبه، ان انا كنت بذاكر مع نفسي البريتش اكسنت مع نفسي، انا سيلف ستادي، فاهم. فجات كده بالصدفه في نفس الوقت يعني، كان سبحان الله. عندي حاجه غريبه بتقول لي انت ممكن تمثل بالانجلش. فالمهم ايه، الضحك بقى ان انا كنت وانا بذاكر مع نفسي، فاهم. فمراتي تقول لي انت بتعمل ايه؟ فبقول لها فكك، انا انا بجهز بذاكر انجلش بجهز عشان عشان في دور اكون هعمله جاهز. كده. فتقول لي مش لما تمثل بالعربي الاول، فاهم. فيعني فاهم. فيعني كانت ايه. بالظبط. فبعدها سبحان الله، جالي ما الحياه ما لهاش حسابات بالظبط. يعني خالص، والله انا خلصت كورس معين. اول ما خلصته جالي مطرح مطروح، وبعدها جالي سليف ماركت، جالي دفعه لندن، بعدها جالي الغربان. فيلم دلوقتي هيتعرض يعني ان شاء الله باذن الله قريب. الحاجات دي ان شاء عملت الله فيها مع عمرو ضابط سعد. انجليزي، ضابط انجليزي مم. بريطاني. بس الحلو ان كل دور فيهم لا كاركتر مختلف يعني. كنت لسه حاولت اسالك، اجتهد. انت ما بتخافش من حته ان انت ممكن تتحصر في القصه دي، انك ظابط شكله اجنبي او حاجه؟ بص، انا ما دام عندي الاوبورتيونيتي، انا شخص بجو وذ ذا فلو، ماشي. حلو. هل الله اعلم ممكن الضابط الانجليزي ده يوديني حته تانية؟ معرفش، طبعا. فاهم. خصوصا ان انت لسه قايل دلوقتي ان كل واحد فيهم كاركتر مختلف، يعني هل مثلا فيهم كان ظابط طيب وظابط شرير وكده، ولا كان ايه الاختلاف؟ دفعه لندن ده كان ضابط طيب جدا، وبيعامل الناس عادي فورمال وبتاع، مفيش مشاكل تمام. بعد كده ضابط حلو. اللي موجود في مطرح مطروح كان مع استاذ محمود حميده. طبعا. طبعا. مفيش كلام. فده كان ضابط رخم وغلس وكده، فاهم. بارد، فاهم. دايما لو ماشي. الناس هتروح تنبسط شويه يروح البحر، ده يطلع لهم كده رخامه يغلس عليهم مثلا، الرخم. تمام. في ضابط تاني في ضابط تاني اللي في سليف ماركت، اللي هو دكة العبيد ده الانجليزي، كان كاركتر مختلف. كان اللي هو ذكي جدا جدا جدا، ما ينفعش حد يخدعه، ومستغبي الكل وخسيس وبتاع، لكن مش رخم، فاهم. في ضابط تاني حلو. بتاع فيلم الغربان، ده كان اكشن يعني، كان في بقى موفمنت وضرب يعني، حاجات اكسبيرينس انا ما عشتهاش قبل كده. كانت مختلفه. فلا يعني فالحمد لله ودي الحمد شطاره لله. بصراحه تحسب لك، انه ممكن يبقى هو نفس الكاركتر، او نفس، او يعني مثلا لا، فكره انت بتعمل ظابط بس كل ظابط فيهم مختلف عن التاني. دي الفكره، مهم. هي دي الصياعه يعني زي ما بيقول، ان انت ربنا يخليك. ممكن يا ما هيجي لك دور ظابط
وياما هيجي لك دور حرامي، وياما هيجي لك دور دكتور، بس الفكره ان انت كل واحد فيهم بني ادم مختلف عن التاني، فهتعمل كل واحد بالظبط بشكل مختلف عن التاني. بالظبط. بالظبط كان في حتى تاكيدا على كلامك بوست رهيب كده بيتكلم عن استاذ ماجد الكدواني. فاستاذ ماجد الكدواني كان عمل عمل كذا دور ضابط الضباط. كوميدي وضابط جد وضابط مش عارف ايه. ايوه صح. عظيم يعني. فيعني لا اخد كل حته لا يعني جميل جميل. طبعا. طيب خلينا نقف عند حاجه مهمه ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها لك، الهرشه السبعه. احكي لي بقى، كلمني عن الدور بتاع الهرشه السبعه. آه دور كان الهرشه مساحه حلوه السبعه. وكان الدور لطيف. الحمد لله الحمد لله. الاول كان ده اوديشن مع عمر عرب، المخرج المساعد وكاستنج دايركتور برضو. رحت الاوديشن واداني دور، عملت عليه اوديشن، وبعدها باسبوعين لقيت حد بيكلمني قال لي انت معانا في الهرشه السبعه، اخراج استاذ كريم الشناوي. انسان، الراجل ده انسان جدا. يعني بغض النظر عن انا اعرفه الشطاره. اعرفه اعرفه على المستوى الشخصي واتعاملت معاه. اه حد يعني محترم جدا. جدا 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 بغض النظر عن الشطاره وان هو جامد جدا، لا مش عايزين نتكلم في الحته طبعا. دي، عايزين نتكلم ان هو انسان بس. ف فهقول لك حتى انسان في ايه يعني، يعني عايز اقطع دي اقولها وبعد كده ارجع تاني. قليل لما تلاقي، او بلاش نقول قليل يعني مش كتير لما تلاقي مخرج مش كتير. آم، بيحتضن الممثل. بيحتضنه يعني ايه بيحتضنه؟ يعني مفيش مايك بصوت عالي يا استاذ عايزين نعمل، لا 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 ما بيعملش كده. يعني يجي لك لحد عندك يقول لك كلام في ودنك ويديك ويمشي. ملاحظات. تمام. ولما يديك ملاحظات ما يقولكش انا عايزها تعمل كذا 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 كذا، لا 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 لا، يقول لك انا عايز يوصل لي ايه. تمام. يعني مثلا مم. انت بتلعب الله. من سكه ماشي، فيقول لك لا انا عايز يوصل لي الشعور الفلاني. ازاي؟ دي بتاعتك. تمام يعني اعملها مش انت. وده بالظبط. الصح. ده ايوه ده الصح. الصح. كيفيه اداره الممثل وكيفيه توجيه الممثل الممثل. عنده 100% 100%. يعني النجوم اللي كانت معانا ماشي، استاذ امين خليل، استاذ محمد شاهين، الناس دي لما بيكون في كومنتس ماشي بيقوموا لابسين الهيدبيس بيسمعوا. اه اوكي تمام تمام تمام، يقوموا قالعين وبيقولوا. يعني انت فاهم الكومنتس بتتقال ازاي؟ حنين فاهم مع الممثل فاهم. طريقه شيك شيك جدا واحترافيه جدا، خلي بالك. جدا جدا طبعا. جدا جدا لان جدا. اللي بيزعق وبيهلل في اللوكيشن وبيعمل الحاجات دي هيفصلك. صعب صعب صعب. ف هيفصلك تماما. اه وفي بقى مواقف كتير، يعني مواقف كتير يقعد يكلمك عن الشخصية ويقعد يجي لك لا الموضوع حلو يعني. المهم فجالي الورق تمام، وشفت شخصية عمر، لقيت ان هو حلو وسبايسي، وحد كان في جروب وبيحبوا واحدة، وبعد كده مرة واحدة فركشوا، وأسماء جلال بقت تحب علي قاسم وجابته الشلة معانا. فأنا المفروض أتعامل عادي بقى، ما احنا في شلة، ما أنا يا إما أسيب الشلة بتاعتنا يا إما ما تكونش هي بالظبط. موجودة. لا فبقيت بس أنا بس كان باين جدا نظراتك في المشاهد من تحت لتحت كده، فاهم؟ اه اه بالظبط بالظبط بالظبط. يعني اه مثلا مشهد كان باين انه لا يعني مش قادر اتخطى الموضوع، مش قادر انساه كده. انا عايز اقول لك بقى على قد ما انا جمدان. فاكر المسلسل يعني. ايوه جمدان كريم الشناوي في حاجه بقى في الحته دي، في مشهد بتاع العشاء ماشي. المشهد بتاع العشاء لما كنا على ترابيزه، كلنا كنا على ترابيزه واحده وكل واحد بيتكلم في توبيك معين، انا كان ليا كلام.
تمام، حلو، وقلناه يعني اتاخد ومثلته، حلو. تمام. جيت اشوف المشهد، الكلام ده مش موجود، حلو. والله احلى مليون مره من غير ما اقوله. كان في كريم الشناوي راح واخد النظرات اللي انا بديها واكتفى بيها، فيها كلام قالت كل حاجه، احلى بكتير قالت كل حاجه. جدا من ان انا افتح بقي. فاهم؟ يعني هو خدمني انا يا كنجار خدمه، جماعه المفروض يعني خدمني تتضايق انا ان كنجار. كلامك اتشال. الايه؟ ما أنا بقول لك انت المفروض تتضايق ان كلامك اتشال، بس انت مثلا. العكس، حصل معاك لا. العكس، انت اتبسطت. انا بالظبط انبسطت. هو بروز النظرات والعينين قالت كلام احلى بكتير من الكلام اللي انا ممكن اقوله. حد تاني ممكن يا زعلت، لا لا لا، بالظبط. هو بروزها لي، يعني خدمني في الحته دي، فانا انبسطت جدا. فدي بقى شطاره كريم الشناوي. لا، جميل مخرج جميل. طبعا. بصراحه. تحيه كبيره جدا للاستاذ كريم الشناوي، وهو اه واحد من اه اهم جدا. المخرجين في الوقت الحالي يعني الصراحه. اه وبعدين عمر ما كانش مكمل على فكره في الورق. وكمان عمر كان في اماكن هم ما كانوش موجودين فيها، واتخلق له مواقف يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لما شاف شغلي الحمد لله قال لي في حاجات نجار. زادت. وزادت على الهوا. يعني مثلا يقول لي نجار، انت عندك معانا في السوبر ماركت، انت معانا في البيتش، انت معانا في كذا. يعني مثلا انا مثلا في البيتش على الشط ده، انا ما كانش ليا كلام، انا كان زماني بتكلم في التليفون بس. تمام، وخلاص. ايه ده عمر شكله متضايق وبس، يعني الناس بتقول شايفيني قاعد بعيد كده، عمر شكله متضايق. لا، الحمد لله لما شاف ان يعني اهو، مم. يعني لطيف يعني لحد ما، يعني الحمد لله. فالمهم ايه، قال لي لا نجار انت معانا، هتقول هنا حاجه، هنا انت انت داخل معانا مكمل السوبر بقى. ماركت، انت مكمل. فابتدى يوجد لي حاجات. تمام. في المشهد بتاع الراكت، لما انا قلت لك مستواك اتحسن قوي يا سلمى في الراكت، ماشي. المشهد ده كان من اغرب واحلى المواقف اللي حصلت لي في حياتي. انا كنت المفروض زي ما بقول لك كده، انا كنت بتكلم في الموبايل بعيد ماليش حاجه. تمام. لقيته مره واحده بيقول لي انت تمام. المفروض هتاخد مضرب منهم. تمام. يوسف هيديك المضرب، فعمر هياخد المضرب منه وهيروح يلعب. هتلاقي جنبك قاعد واقف علي قاسم بقى جنبك. تمام. وانت قدامك سلمى ومحمد شاهين. حلو كده. انا يا جماعه مش مرتب كلامي حلو. هنا، ارتجلوا. تمام، عشان ده مش مكتوب. الله. مم. ماشي. فانا اتحطيت في فرصه حلوه ان انا ارتجل، ومش عايز ارتجل لمجرد الارتجال. يعني مش عايز اقول حاجه عايز ترتجل حاجه ان في الموضوع. ان بالظبط. فاهم؟ اللي هو ده عايز يتكلم ويقول كلمتين وبتاع وايه. فموقف مش عارف اعمل ايه. فاهم؟ ربطت ان مم. سلمى بتلعب راكت شويه، ماشي. وجنبي علي قاسم وبيبص لها وبتاع، وانا ببص له. فجه في بالي ان انا عايز ارمي له كلام، ان على فكره سلمى ما كانش مستواها حلو في الراكت، يعني ان انا في هيستوري ما بيننا، في هيستوري شويه ما بيننا. والموضوع عايز اقول له لا انا اعرفها من زمان، انت ما تعرفش عنها حاجه زي اللي انا عارفها. رحت قايل لها بس انت مستواك اتحسن قوي في الراكت يا سلمى. فراح باصص لي قوي كده، مم. فاتضايق. وهي حتى اتربت شويه كسلمى، وهو اتضايق مني ك شخصيته في المسلسل. فاهم؟ بعد كده الحمد لله بالظبط. لقيت ان هم استخدموا الكلمه دي في العربيه وهم مروحين بعد الطلعه دي. فراح قال لها مش حصل عارف قال لك حوار ايه. عليها. فراح علي اسمه قال لها بص انا عايز اقول لك على حاجه. قالت له قول. انت مستواك اتحسن قوي في الراكت يا سلمى، صح؟ فقالت له ايه ده انت بتغير. فقال لها لا. فالحمد لله يعني الارتجال استخدمت الحمد لله في حاجه الجمله دي كملت معاهم. اه بس بص يعني ربنا يوعدنا يا رب جميعا ان احنا نشتغل مع مخرجين بجد يديك فرصه موهوبين ومساحه. وشاطرين زي كريم الشناوي، بفرصه بمساحه كويسه. ده بعيدا عن اي حاجه والله، بجد انت ساعتها هتعرف ان انت بتحب التمثيل وان انت بتستمتع بالتمثيل.
وهكذا يعني. فاهم ده ازاي؟ حقيقي. حلو. طيب احنا اتكلمنا عن الجزئيه دلوقتي بتاعت الادوار، عايزين بقى نتكلم عن الجزئيه الجديده في حياتك كاكتنج كوتش. احكي لنا بقى اه حكايتك مع التدريب اللي بقت موجوده مؤخرا، وببارك لك طبعا وبتمنى لك كل التوفيق في الله يبارك الخطوه فيك. دي، ان خطوه مهمه وانت تستحقها، لان انت زي ما انت ما قلت ما كنتش بتحب القرايه، بس انا عارف ان انت عشان تاخد الخطوه دي انت حكيت لي ان انت قريت كم كتب بقى كمان في التمثيل كتيره جدا، فاحكي لنا عن الخطوه دي. اقول لك يا سيدي، الموضوع ان انا عايز ابقى مميز، يعني انا حابب التمثيل، فعايز اجتهد وعايز ابقى غني، يعني الموضوع يكون دسم جوايا وتقيل، يعني محشي معلومات، ومش ممثل بحس وخلاص، لا انا عايز الموضوع يكون اكاديمي شويه واشتغل على نفسي واذاكر. تمام. ف قريت كتب كتير. تمام. وليلى ساعدتني في الموضوع ده، يعني ادتني كتب، انت عارف ليلى ادتني كتب عارف ليه؟ كتير. والكتب اللي هي اديتها لي رحت انا مزود عليها كتب تانية، وقعدت اقرا لنفسي، مش عايز ده كوتش. حلو. تمام كده. حلو. لحد ايه ما قعدت اقرا واذاكر واعمل وبتاع وافرغ الحاجات المهمه، يعني انا في نوت بوك كده ماشي، بدل ما هايلايت عشان ما توهش، لا اقول ستانسلافسكي عمل ايه، لي ستراسبرج كان اتكلم في ايه، مايزنر كان وشايف التمثيل من وجهه نظر قسمت ايه. طيب المناهج كلها، خدت من كل منهج اللي انت عايزه. بالظبط. فلقيت الايدنتيتي بتاعت نجار، لقيت ان انا كنت بشوف هم اهم مدربين تمثيل، لي ستراسبرج، ستانسلافسكي، ستيلا ادلر، اوتا هاجن، تشيكوف، مايزنر، الناس دي مايزنر. العمالقه. تمام. اه. فكل اه. حد ليهم كتب قعدت اقراهم وبتاع واشوف، فلقيت ايه، ان انا عملت ماي اون سكول، بقيت احب مذاكره لي ستراسبرج، بس اول ما اكون اون سات وعلى الكاميرا اشتغل مايزنر. يعني مايزنر. يعني يعني كمذاكره وابقى ان كاركتر بقى وادخل في شخصيه تانية واصدق والتصديق والحاجات ده، كل ده انا حبيت لي ستراسبرج الاستراسبرج. جدا اه. جدا. بس اول ما اكون اون سات، شكرا، تعالى بقى خلاص مايزنر. تنسى فاهم. التحضير، او بيبقى خلاص في السب كونشس، وبعد كده في بالظبط اللاوعي يعني، بالظبط. وخلاص بتبقى في اللحظه، في المومنت يعني. واخد من اللي قدامي بقى وهو ياخد مني، ويكون في بوند ما بيننا، بالظبط. الحاجات اللي انت ايه بالظبط. عارفها دي. ف ده يسر. ف ف بعد القرايه ماشي، بعد المذاكره دي، لقيت ان انا حابب ان انا صحابي لما بيجي لهم حاجه اقعد انزل معاهم، اشتغل معاهم على حاجات، اقول لهم تيجي حلو. تعالوا نشتغل في ده، تعالوا نعمل. فابتديت الاقي نفسي ان انا بحب ده، يعني بحب لو في حد مثلا صاحبي او حاجه اتدخل في تساعده الموضوع. كبرايفت كده، بشكل بحب برايفت كده. احشر نفسي، انا بحب احشر نفسي، يعني حتى هو مش بياسك افيفر، لا انا بتلاقيني بقول لك ايه، طب ممكن نعمل تفصيله فيقوم قال لي طب تمام ايوه. فاهم، طب ما تيجي نعمل كذا، ايوه. يعني بتلاقيني انا اللي ايه اللي بجيبها، انا حابب ده. متحمس. فالمهم بالظبط. ف... فقلت طب اللي انا توصلت له ان انت بتكريت يور اون اكتنج تكنيك، فلا ده ممكن يكون منهج، يعني ان انت تدخل ورشه تتعرف على المدارس المختلفه، غير لما تدخل ورشه تاخد مدرسه واحده. تمام. بالظبط. which is كويس which is fine، يعني لما ال عادي. 24 سيشن بتاخد مايزنر بس، او 24 سيشن بتاخد لي ستراسبرج بس، ده عظيم جدا جدا جدا. بس انا لقيت ان انا ممكن اعمل يعني جزء مختلف شويه، ان لا ممكن نيجي نتعرف على المناهج كلها. تمام. وده شايف التمثيل منين، وده شايف التمثيل منين، وده شايف التمثيل منين، وناخد الاكسرسايز بتاعت مايزنر بتشن، وناخد الاكسرسايز وفي بتاعت لي الاخر انت ستراسبرج. هتوصل لتكنيكك انت كممثل.
بالظبط وناخد الاكسرسايز بتاعت لي ستراسبرج اللي بيتكلم على الايماجينيشن والتصديق والخيال، ناخد اكسرسايز بتاع اوتا هاجن اللي بتتكلم عن البروبس واحساسك بالانفايرمنت اللي حواليك وان انت تكون واعي بالتولز بتاع الحاجات دي، ونتكلم عن تشيكوف اللي بيستخدم جسمك وبتبقى انيمال ريفرنس وازاي. وستانسلافسكي مثلا الذاكره الانفعاليه والمش عارف ايه. الله ينور جدا، انت جامد. المهم انا لا ده انا بتكلم دارس مع واحد بره جامد. وجوه برضه، خلي بالك. على راي علي ربيع انا دارس بره وجوه. اه ف, لما تطلع من الورشه دي، لا انا حابب مايزر، فاقوم عامل ايه انا بقى؟ واخد ورشه مايزر كامله. بالظبط. انا حبيت لي ستراسبرج، فاقوم طالع من ورشه بتاعت كرييتور اون اكتنج تكنيك عارف لي ستراسبرج اكتر. فاهم بالظبط يعني انا ايه يعني هو ده كان غرضي ان الطريقه احنا او السكه اللي جت معايا انا ونفعت معايا ومشيت معايا. بالظبط بالظبط. من بالظبط بره لجوه، من جوه لبره، في المومنت، بالذاكره وكلهم صح، الانفعاليه، بايا كان. كلهم صح. بايا كان. اه وهي الفكره كلها. انا اعتقد يا نجار، انت لما فعلا يعني انا شايف ان دي انسب طريقه، مش عشان والله انت بتعملها، بس هي في الاول وفي الاخر هو الفن وجهات نظر، ومفيش حاجه صح امم ومفيش حاجه غلط. وكل الناس اللي انت ذكرت اسمائهم دول كلهم، كل واحد فيهم فعلا انت بتتعلم منه جزء او بتتعلم منه حاجه، وحاجات تانية مش هتخش دماغك، مش هتقتنع بيها. اه تمام. فانت في الاخر بتوصل مع الشخص اللي بيتدرب معاك، يعني انه يا جماعه في الاول وفي الاخر هي كلها وجهات نظر وكلها مدارس. في الاول وفي الاخر انت هتوصل للتكنيك الخاص بتاعك، بس هتوصل لده ازاي؟ لما تجرب بقى كل ده وتقرا عن كل ده وتذاكر كل ده وتعمل صح كل ده. صح كده صح اعتقد يعني. جدا جدا. طيب دلوقتي قول لنا بقى، بما انك بدات الحمد لله في موضوع التدريب، انت عايزين نبارك لك، فقول لنا دلوقتي انت بدات مع كام جروب؟ حبيب قلبي ربنا يخليك. بدأت أنا معايا جروب A لسه، ده اللي هي Create Your Own Acting Technique الورشة دي، وفي جروب تاني إن شاء الله بإذن حلو. الله هيدخل كمان أسبوعين. ده المفروض يعني أسبوعين أو أسبوعين إن شاء الله بالظبط. هيكون في فده جروب تاني جديد. جروب. وكان في 3 جروبس بس كنت بعمل لهم الايه، بصور لهم مشاهد وحاجات كده، بس اللي هو الورشه كرييت يور اون اكتنج تكنيك الورشه اللي انا مديها هي 1 جروب، والجروب الثاني ان شاء الله كمان اسبوعين باذن الله، يعني ان شاء الله ان شاء لا الله. بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. وانا حتى شفت فيديوز للورشه، الناس اه بجد الفيدباك حلو جدا والناس الحمد لله مبسوطه يعني الحمد لله. الحمد لله. للي ما يعرفش الورشه بتاعت نجار فين، الورشه بتاعت نجار موجوده في تركواز كاستنج استوديو اللي هو بتاع استاذ احمد تمام. تمام. عشان بالظبط. برضو الناس تبقى عارفه اللوكيشن الخاص وطبعا خش على صفحه نجار على الفيسبوك هتعرفوا كل التفاصيل يعني، تعرفوا كل التفاصيل. حبيبي حبيبي. اوكي اسئله سريعه واتمنى ما نكونش طولنا عليك، بس انا والله خالص مبسوط جدا والله يا نجار، يعني حاسس ان حاسس انا الوقت قاعد كده على عدى القهوه بسرعه. فاهم معاك. شفت؟ حاسس انا قاعد على طبعا القهوه بدل دي اهم حاجه. بس. دي دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. طيب قول لي ايه الدور اللي نفسك تلعبه؟ امم طبعا احنا كلنا لسه في البدايات ونفسنا نلعب كل الادوار، بس هل في شخصيه معينه بتحلم ان انت تقدمها؟ في شخصيه تاريخيه، في شخصيه في دماغك، شخصيه ماشي. نفسيه نفسك تلعبها؟ بص انا نفسي في حاجتين. تمام. عارف لما بتكون بتشوف دور وبتحس ان ياه. كان نفسي أو انا اعمله. اها. الشيخ جاكسون. يعني انا اوكي. نفسي في الكونفليكت ده حد يكون قريب من ربنا عنده جدا جدا صراع جدا نفسي. جدا جدا جدا، وبتاع الدنيا جدا 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 جدا، فهو بيتشد هنا شويه وبيزق هنا شويه، بيعمل كده شويه، فالكونفليكت اللي اعتقد ده. ده صراع موجود عند كل الناس بس بنسب اه مختلفه طبعا. بس دي كانت قضية الفيلم نفسها، يعني هو كان بيتكلم عن دي. دي بالذات. فانا القضية دي حلوة قوي، فدي من الشخصيات او ال طبعا. او ال او الكونفليكت اللي انا نفسي اعيشها.
نفسي في دور اغير فيه الفيزيكال بتاعه، يعني نفسي انا اصلع، فلما بربي شعري بيبقى كده، بس بيبقى شكلي نيلة خالص. نفسي اعمل ده. نفسي اتخن جدا جدا، اتخن قوي قوي قوي، او اخس قوي، اكون عضل. يعني نفسي في حاجه اضطر ان انا عايز اغير فيزيكال بتاعي فيها تعمل ترانسفورميشن كامل قوي. نفسي اروح ما بقاش نجار تماما. يعني كل ما تبعدني عن نجار، كل ما انا شكرا. كنت لسه اقول لك، انت مثلا لو مثلا شفت مثلا، طبعا اكيد شفت عمرو واكد مثلا لما كان في ابراهيم الابيض، او في دم الغزال لما عمل بلطجي يعني. فانا بتخيل ان انت شكلك كده كنجار، هو عينه كانت ملونه برضه. راح في سكه تانية خالص. انك تفكر مثلا تلعب شخصيه حد بلطجي مثلا، بس بلطجي بقى. انا شفت لك ده لا مره في ورشه، في الورشه. فاكر المشهد ده لما كنت رابط رجليك تقريبا وبتزعق جامد كده ومش عارف قلت ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده ماله ده فيه. فاكر انت المشهد ده صح؟ فاكر انت الكاركتر؟ اه كنت عامله حلو جدا. فانا عن نفسي اتمنى ان انت تعمل كاركتر زي كده يبقى بعيد عنك تماما يعني. اه الحمد لله. يعني يا مسهل، اي ممثل بيبقى نفسه يبعد عن شخصيته. هو اصلا الناس بتدخل بتحب التمثيل ليه؟ عشان تاكسبيرينس حياة اخرى غير مختلفه. الحياة اللي هو بالظبط. بالظبط. ف طب مين ممثلينك المفضلين، او مين اللي اثروا فيك؟ اوكي. دانيال دي لويس طبعا في خواكين عمنا فينيكس. عمنا. اه الراجل ده مرعب، مخيف. عمل كل حاجه، عمل كل حاجه في التمثيل. مش بني ادم. الصوت بيتغير، كل شكل حاجه، بيتغير، صوت وشكل بادي وروح بوستشر وكل حاجه. بيتغير. ايه ده؟ انا عايز اقول لك على حاجه، كل ان حاجه. انت لو جبت لدانيال ديلويس بالذات، جبت بوسترات بتاعت افلامه، او لو جبت ستيلايه من كل فيلم وحطيتهم جنب بعض، هتقول ده مش نفس الشخص مش هو. بيتحول. خالص. بني ادم تاني. بيتحول يعني هقول حرفيا. لهم يا جدعان كل ده شخص واحد؟ ازاي انت بتتكلم بتشتغلني؟ اقول اه مستحيل. والله ده كل ده شخص واحد. ف مستحيل. ف فلا لا لا بيغير جلده تماما. عندك خواكين بالظبط. فينيكس، انا بحبه جدا جدا جدا. الجوكر اه خلاص نازل الجزء الثاني اهو في اكتوبر ان شاء الله. عايز اشوف هو هيعمل ايه ده، فاهم؟ لسه شايف عندك التريلر. ما اعرفش انت شفته ولا لا، لسه كان نازل، حد بعتهولي النهارده والله حتى. مم. حاجه رهيبه. لا 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 اه لا. موضوع كبير. موضوع كبير كبير يعني. جدا 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 جدا. واستاذ احمد زكي، بحب ناس كتير بصراحة. يعني أستاذ محمود عبد العزيز بحبه، طبعا. خصوصا لما كبر. لما بعد آه، عن ادوار الجان اللي كان بيعملها وهو صغير وابتدى يعمل كاركترات بقى مختلفه وحاجات. ب- الحتة دي بقى ماشي، هو غير مدرسته خالص. ما اعرفش بقصد ولا دون قصد، انا مش عارف. ماشي بس اعتقد زمان بقصد. محمود عبد العزيز انا كان اعتقد شفت له انترفيو. اعتقد كان بقصد. قال لك انا كنت بعمل ادوار اللي هو سمير قوي كده في نفسي، اللي هو ناعم كده مش عارف ايه. فقال لك لا انا تمردت على الادوار دي، اللي هو بقيت اطلع لابس فانيلا حمالات كده وقاعد في البيت، واللي هو انا عايز اتخلى ومنعكس شعره، واللي هو انا عايز اتخلى عن اي فكره الوسامه اللي انا كنت بعملها في السبعينات دي، فاهم ازاي؟ لا هو كان قاصد. انا متاكد ان هو كان قاصد يعمل كده. وهو فنان كبير، هو موهبه جباره يعني، هو يعمل كل حاجه يعني. لا 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 وكاريزما وهيبة لا لا حاجات كل كتير. حاجه ابو هيبه. فاستاذ محمود عبد العزيز كان زمان بيلعب من مدرسه ستيلا ادلر جدا، ان انت تبقى انت استاذ محمود عبد العزيز بس لما بتعيش في ظروف تبقى كذا. اه. مختلفه. يعني ده هيبقى، يعني انا نجار هيبقى عامل ازاي، نجار هيبقى عامل ازاي لو اتحط في الظروف الحياتيه دي، هيبقى عامل ازاي لو بقى محامي، هيبقى عامل ازاي لو بقى دكتور. لكن ما بتبقاش كاركتر مختلف. نلاقي بقى التحول لما كبر كنت لسه اقول بقى. لك انت بقى كاركتر مختلف هتلاقيه مثلا في شخصيه زي شخصيه زرزور.
مثلا. ده مش محمود عبد العزيز خالص. بالظبط خالص. ده نو مور محمود عبد العزيز. ومسلسل جبل الحلال برضو مش هو طبعا. خالص. عندك لما كان قدام، مش ناسي اسم المسلسل، كان قدام كان اسمه ايه؟ طارق لطفي. طارق لطفي، وهو كان هو ده جبل الحلال. جبل الحلال هو ده. هو صح، ده. كان شخص تاني خالص مش هو خالص. فاهم قصدي؟ وحتى طارق لطفي ما كانش هو يعني مش مش استاذ طارق هو لطفي برضه. خالص، طارق حد تاني لطفي تماما. ممثل كبير اه جدا اه يعني، اه استاذ كبير اه جدا. ف فهو يعني انا بحب بقى مدرسه الكاركتر دي بصراحه، عشان كده بحب محمود عبد الله، بحب ده، وبحب استاذ احمد زكي يعني عارف الناس اللي هي بتعمل شخصيات مختلفه خالص. انا انا طبعا انا بس. طبعا. طيب عايز اسالك على حاجه. هل تحب ان انت يكون ليك اعمال كتير، عدد اعمال كتير، منهم اعمال حلوه ومنهم اعمال مش قد كده، ولا ممكن ان انت يبقى تاريخك الفني كله مثلا 5 6 افلام واربع 5 مسلسلات بس انا منقيهم حلو قوي وتمام جدا؟ يعني فكره الليجاسي او الفيلموجرافيا او التاريخ دي بتحسبها انت ازاي او بتشوفها ازاي؟ لا يعني انا بشوفها كواليتي مش كوانتيتي. يعني يعني احنا لما كنا بنتكلم دلوقتي على عمرو واكد، انت لو بصيت في الهيستوري مفيش حاجات كتير قوي 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 زي ناس كتير تانية، بس كل حاجة كانت بتبقى بس الحاجة. كل دور كل حاجة طبعا. بتبقى الحاجة مثلا. ف... فلا انا احب المس قلوب الناس، زي ما اياد داوود الله يرحمه كان بيقول لك. بيقول لنا ان انا بدعي كل مرة ان انا المس قلوب الناس. فانت وانس ما احنا لمسنا قلب حد، فانت كده عملت خلاص اللي انت عايزه. بالظبط حلو قوي. اه طيب اسئله شخصيه كده، ايه تعريف السعاده بالنسبه لك؟ اوكي. السعادة، بص، قول لي يا صاحب السعاده، قول لي. ممكن واحد يكون سعيد بس مش مرتاح، واحد يكون بمعنى مرتاح يعني. في السعادة اللي بتبقى فيها النشوة ماشي، وفي سعادة بتبقى فيها راحة بال. تمام. يعني راحة البال تختلف تماما عن السعادة. السعادة ده اختيار. انت شايف الحياة من وجهة نظر ايه؟ انا بحس ان السعادة بصراحة اختيار اكتر من ان هي بتفرض عليك. ممكن واحد يكون معاك كل مقومات السعادة اللي انت تخليك سعيد، بس بس هو مش من سعيد. منظور. بالظبط. انا لا، انا عايز اشوف القرف، عايز اشوف العكننة. مش مبسوط. في واحد تاني تقول يا لهوي ده تلاقيه ايه، متبهدل يا عيني. فبس هو راضي ومرتاح البال، وشايف المنظور السعادة، شايف الحياة من منظور جميل وسوي، فاختار ان هو يكون سعيد. فاهم؟ اللي هو سايبها على ربنا، مش انا عايش بتنفس وباكل وبشرب وبتاع بالظبط. عسل. فانا شايف ان ان السعاده اختيار اكتر من ان هي بتفرض عليك بصراحه. عشان لو فرضت عليك هتلاقي كل الناس اللي عندها مقومات السعاده مبسوطه، وكل النس اللي ما عندهاش مقومات السعاده مش مبسوطه، وده مش مبسوط. غير صحيح بالمره. غير صحيح بالمره. في ناس بتنتحر و... وتقول ازاي وعندها كل حد حاجه زي ده، ازاي حد زي ده، يعني ازاي. وواحد تاني، وينتحر يعني. وواحد تاني بقى العكس تماما. يعني ده خلاص، ده الدكاتره كلها بتقول له انت خلاص. فاهم؟ ولسه متمسك ومبسوط وراضي وعادي. وبياكل وبيشرب ومع اهله وبيسبح وبيصلي يعني. فهو اه. السعاده اختيار بصراحه. ده يعني ده لو انت بتسالني عن مفهوم السعاده، هو اختيار بس في كلمه. طب النجاح، هل النجاح مرتبط برضه بالسعاده؟ النجاح لما تكون عامل اللي عليك، بس مش النتيجه. دون النظر الى النتائج. مش النتيجه بصراحه. لكن انت هتربط النتيجه
بالنجاح او النجاح بالنتيجه، فانت كده بتظلم نفسك، انت كده قاسي، انت كده بتشتغل حاجات بتاعت ربنا. ف... فلا، صح. النجاح ان انت تنام على المخده، انا النهارده ساتيسفايد جدا باللي انا عملته النهارده، انا عملت واحد اتنين تلاته واربعه، فده انا نجاح ان انت يو اتشيفد التاسكس اللي عندك. لكن انت كده انت ناجح. النتيجه بقى انت مالكش دعوه بيها، ليه؟ عشان في واحد ما بيعملش الاجتهاد وبينجح. بلاش ينجح، بلاش كلمه ينجح، بيحقق نتيجه. هل ده بالظبط. ناجح؟ لا. يعني ممكن مثلا حد هوب تك بالصدفه راح هوب وصل بنتيجه تحفه، هل ده معناه ان هو ده ناجح؟ لا، ده مش ناجح، ده اخد نتيجه بس بدون نجاح، اللي انت ما عملتش حاجه. فانا بالظبط. مفهوم النجاح عندي هو ان انت لما يعني تعمل اللي عليك بس. الصداقه. الصداقه، آه مواقف. مواقف حلوه. اه. بس انجزت فاوجزت. اه. المواقف هي اللي بتبين اذا كانت الصداقه حقيقيه ولا مش حقيقيه. امم جدا. امم امم حلو. طيب العلاقات، بما انك شخص العلاقات. متزوج. الايه؟ العلاقات. العلاقات الع- ايه العلاقات الصحاب العاطفيه. ولا العلاقات لا العاطفيه؟ العلاقات العاطفيه وعلاقتها بالابداع، ده سؤال بساله كده في كل حلقه. هل لما بيكون الشخص مستقر عاطفيا او كده، ده بيخليه اكثر ابداع، ولا ده موضوع ملوش علاقه بالابداع؟ لا، ملوش علاقة بالإبداع، ده بالعكس، ده أنت لو بني آدم سوي وما شفتش حاجات في حياتك، دي بتحط عليك عبء إن أنت تتخيل. لكن أنت لو بني آدم مريت بكل ايه. القرف وكل الحاجات، شفت الكويس والوحش واتكعبلت وعملت. اتمنى مراتك ما تشوفش الحلقه دي بعد اللي انت بتقوله. لا فأنت انا بتكلم، فأنت اصل في ناس كتير من ضيوفنا قالوا لي ان هم لما بيكونوا في ريليشن شيب او في حاله حب او كده، ده بيخلّيهم مودهم حلو، وإن هو لو داخل عمل أو داخل حاجة فيها إبداع بيخلّيه موده حلو فيخلّيه يبدع أكتر، دي وجهة نظر. فأنت آه شايف إنه لأ، ده ممكن يكون بيمثّل عبء أو حاجة أو مسؤولية، فبتخلّيك مُشتّت أكتر عن مثلًا فكرة الإبداع، بتبقى شايل هَم المسؤولية أكتر كجواز مش وكأطفال. مش عايز اربطها بالابداع قوي، على قد ما اصل مثلا انت لو مثلا في كيس خناقه، في كيس عاطفيه مش حلوه، فده انت ممكن تستخدمه في الابداع. في ولو في كيس التمثيل حلوه بالضبط. ولو في كيس لطيفه جدا جدا وعايش مع العصافير وعلاقتكم حلوه جدا جدا ببعض، ماشي، ممكن برضو تستخدمه في الابداع. ف ف بالضبط. فمش شرط ان نتيجه عكسيه يبقى هنا في الابداع عكسي، لا خالص، انت ممكن تستخدم ده في ان انت تطلع ده والطاقه دي في الابداع. ان انت يعني عندك مثلا فنانين، ماشي، انت ممكن فنان مثلا بيرسم، ماشي، تلاقي لوحه طالعه من عنده رهيبه بتترجم مشاعره العاطفيه اللي هي كلها غل وسواد، مره واحده بقى دخل في قصه حب وبيحب وعلاقته النفسيه، فتلاقي رسمه بطريقه مختلفه تماما. فانت هل بقى، بالضبط. خلينا بقى نتكلم في حاجه تانية، هل انت بتعرف تعبر عن مشاعرك؟ فلو بتعرف تعبر عن مشاعرك بوضوح وبأريحية وبسلام نفسي، يبقى انت مهما كان علاقتك العاطفية هتكون ليها نتيجة إيجابية مع الإبداع. لكن لو بني آدم بتكبت جواك ما بتطلعش، انت كده بهدلت شوية بس. أنت كده مش فنان، لأن هو الفنان إيه غير حاجة بيخرّجها من جوّاه، سواء امم بيمثّل، سواء بيرسم لوحة، سواء بيغني، بالظبط. سواء أي حاجة. الفكرة كلّها إن أنت تعرف تعبّر أو تطلّع ده لبرّه يعني، فالناس تحس أو يوصل لها الإحساس أو الشعور اللي جوّاك يعني. امم طيب التمثيل بالنسبة لك يا أستاذ نجار؟ التمثيل بالنسبة لي محامي بتدافع عن الناس.
في الشارع. محامي انا اول مره اسمع الاجابه دي. لا اشرحها لي اكتر. يعني انا دايما مثلا لما بتكلم مع ناس عن التمثيل، عندك لو واحد محتال، واحد ارهابي، واحد نصاب، واحد قاتل اطفال، واحد انا بقول لك الحاجات النيله، يعني اللي ما اختلفش عليها اتنين، تمام كده. يعني جيب اسوأ الصفات. حلو. وحد قال لك انت هتلعب الشخصيه دي، انت لو مش لاقي له مبرر للي هو بيعمله مش هتعرف تعمله. هيطلع ده في عينيك، وهيطلع ده في ادائك، فالناس هتكرهه ان انت كده كده. حكمت على الشخصيه. بالظبط. ماشي. لكن لما انت بتروح لمحامي بتوكله قضيتك، لو انت تاجر مخدرات، لو انت قاتل، لو انت كذا، المحامي ملوش دعوه. محامي بيشوف اوراقك وبيدافع عنك، بيعمل شغله، تمام. فانت محامي محايد. ماشي. انا ما فيش حد بيعمل حاجه غلط وعارف ان هي غلط، ولو عارف ان هي غلط هو بيضحك على نفسه وبيلاقي مبرر للي بيعمله. واحد بيسرق، حقي اسرق فلوس، الفلوس دي بتاعتي، ما اشمعنى ده يكون غني وانا فقير؟ ده ظلم من عند ربنا. فيقوم ملاقي نفسه مبرر ان هو يجيب حقه بايده مثلا. ماشي. لكن ما فيش حد بيقول لك انا بعمل حاجه غلط، لا، كله حقي. فاهم؟ فانا لازم كممثل اخد قضيه وورق الشخص ده اللي هو كاركتر هيستوري، واقعد اذاكره واحط نفسي مكانه، تمام، وابقى محامي وابقى بدافع عنه، والحكم اسيبه للناس، للمشاهد، لكن انا ما احكمش عليه. لا، انا ممثل، دوري بعمل علاء القاتل، بعمل علاء الارهابي. انت بقى بس مش هطلع علاء ده وحش، انا هعمل من وجهة نظري بغض النظر عن الورق. هو ممكن الورق يقودك لشيء معين، او المخرج عايز يبين اتجاه لك معين. انت مالكش دعوه بالاتجاه، انت بتعمل شغلانتك كممثل. فعلشان كده مفيش ممثل ناجح بيحكم على الناس. ده انا مش عارف ازاي ممكن تحصل يعني في الحياه عامه. بس بس حتى ده وان كان بينك وبين نفسك، لان في بعض الشخصيات لا انت اوريدي عارف انها بتعمل حاجه غلط وانت حاكم عليها بينك وبين نفسك، بس مش حاكم عليها وانت بتمثلها. يعني مثلا لو خالص. بتعمل انت سفاح الجيزه، ما انت عارف، ما انت كنجار انت حاكم عليه كنجار كشخصيا ان ده واحد بالظبط. ابن كلب مثلا، فاهم ازاي؟ بالظبط. لكن بالظبط. لكن 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 وانس ان انت قلعت العبايه بتاعت نجار كشخص ولبست عبايه الممثل، هنا انت بتبقى نيوتر، ما بتقدرش تحط اي احكام اثناء تجسيد الشخصيه. ده اللي بالظبط. احنا بالظبط. بنتكلم فيه. حتى لان في ناس كان مثلا في بتفتكر سفاح تقول لك الجيزه. هو انت هتلاقي مبرر لواحد بيغتصب اطفال؟ لا يا جماعه، احنا مش هنلاقي له مبرر، بس انا كشخص، ما انا بالنسبه لي ده واحد ابن وسخ، تمام، ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم انه لا يعني، لكن لو انا همثله فانا بقلع شخصيتي انا، ولما بلبس شخصيه الممثل ما اقدرش احكم عليه وانا بالظبط. بأديه. بالظبط. زي ما انت ما قلت بالظبط. يعني عجبتني جدا التشبيه بتاع المحامي ده، اللي هو انا جاي اترفع في القضيه وخلاص، مش انا اللي هحكم اذا كان هو بريء او مش بريء. انا جات لي قضيه وباخد عليها اتعاب وبترافع فيه، والحكم للجمهور. بالظبط كده. عشان المتهم ده او اللي انت بترافعه مش بيتكلم، انت اللي بتتكلم على لسانه. انت اللي بتتكلم عنه، صح. بس بالظبط. ففي لو تفتكر الاكسرسايز بتاع دانا اربس ده، اللي هو البورتريهات وبتاع، كان اللي هو اللي كنا بنعمله في ان انت الورشه، بتشوف شخصيه في صور صوره وتحس وانت ان الصور تمثلها. ده عايز يقول ايه، ده يعني الكاركتر عايز يقول ايه، فهو ده المحامي. بالظبط. لا لان كانت كل فعلا الكاركترز كلها كانت كاركترز غريبه وويرد قوي، وشكلها كل كاركتر بينم عن حاله نفسيه معينه او حاله شكلها غريب، فكان مطلوب منك ان انت تمثلها زي ما هي بدون الحكم عليها. بالظبط كده. حلو. في سؤال كده اسمه لمن يهم الامر.
اللي هو احنا مش بندي نصايح ولا احنا يعني حيتان في المجال، بس قصدي لو انت شايف ان في حد بيحب التمثيل وحابب، مش تقول له نصيحة بس، توجهه لحاجة، تقول له حاجة انت عايز تقولها له، حاجة من اللي انت مريت بيه. لأي حد جديد بيقول لك انا عايز امثل، هتقول له ايه؟ تمام. التمثيل ده ماراثون. يعني لو كنا 15 في ورشة، لو كنا 100 في معهد، لو كنا ايا كان الرقم، بعد سنة العدد ده بيقل، سنتين بيقل، 3 سنين بيقل، 4 سنين بيقل، لحد ما بيتبقى 3 4. 3 4 دول هم اللي ايه في الماراثون لسه شغالين. تمام. وتاني نصيحة، استمتع بالرحلة بغض النظر عن النتائج. انت هتعمل حاجة انت بتحبها، اشتغل مسرح بقى، اشتغل افلام قصيرة، اشتغل مثل طول الوقت على قد ما تقدر مثل طول الوقت. في اي never be حاجة. available, never be available till someone watch you and use you في الموضوع ده. ان انت بتمثل مسرح، بتمثل كذا، انت لو بتشتغل على نفسك وبتستمتع بالرحلة، استمتع بالرحلة. ربنا هيجيب لك نجاح، من يا اما من باب اللي انت بتسعى منه، يا اما من باب مختلف، بس ده مش عشان تمام. حاجة، ده علشان نتيجة للي انت سعيت ليه. فانت نصايح: استمتع، ما تبصش على النتائج، ده ماراثون عايز نفس طويل. نيفر بي افيلبل، ما تكونش فاضي. اوبزرف الناس، اقعد ذاكر، انت في واحد هنا في الكراسه اللي عندك، اقعد اقرا الشخصيه دي عمل ايه، شفت ويتر بطريقه، شفت بتاع الولعه بيتكلم بطريقه فلانيه، شفت انتيمي، شفت واحد في الشغل، شفت عميل عندي دخل عمل كذا، قعد وضحك بطريقه. نيفر بي افيلبل. اشتغل 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 عشان لما تيجي الفرصه تكون جاهز. وتستدعي ده بقى، تستدعي اللي انت بالظبط. اشتغلته ده هيفيدك. انت هتفتكر الراجل اللي انت شفته في الحته الفلانيه اللي كان بيعمل كذا، وهتفتكر العامل اللي كان في المصنع اللي كان وهو بيطبق مش عارف ايه بالظبط. بالمقص فراح عملها كذا مش كذا، وهتفتكر الضابط اللي في الشارع اللي بيتعامل بشكل كويس مع الناس وهتفتكر مش عارف ايه وايه وايه وايه. يعني ايا كان الكاركتر اللي انت هتفتكره يعني. حط لنا اسم الحلقة، اسم فيلم للحلقة ينطبق على نجار أو ينطبق على مشوار نجار، سواء اسم فيلم معروف ينطبق على حياتك أو اسم من اختراعك يعني. آه سؤال مش سهل ده، تصدق. سؤال تقيل، اه. بس احنا فيلم سيما فلازم يبقى ليه اسم الفيلم. امم آه لخبطه. لخبطة. مفيش ممثل مش مش بتلخبط. هيمر بلخبطة. ده حقيقي حقيقي. نجار اتبسطت، انا اتبسطت جدا جدا بجد والله. اتمنى ما جدا. اكونش انا تقلت انبسطت عليك، جدا، ما اكونش قلت سؤال سخيف، وبجد اتبسطت والوقت عدى بسرعه جدا. السخافه حلوه كده، وشكرا ان بتبقى حلوه انت كنت السخافه. معايا النهارده. انا اللي شكرا، انت خليتني معاك النهارده. ربنا يخليك ربنا يخليك، وبجد من الناس اللي ربنا يعلم انا بعزهم قد ايه يا نجار، والله القلوب وبجد عند انا بعضها، وانا بحبك في الله جدا. ربنا شخص يخليك، وانا موهوب، كمان بحبك والله. موهوب موهوب موهوب، حقيقي، صادق. آم، حقيقي وصادق وموهوب، هما الثلاثه دول كده تمام جدا. يا نهار ابيض، يعني فعلا اقول ايه طيب والله، بعد الكلام ده؟ والله 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 فعلا حقيقي، مش فيك بجنيه. ربنا وصادق يخليك في يا مشاعره نجار. جدا، وصادق في مشاعره جدا، وموهوب جدا، ومجتهد. بس ربنا يخليك يا نجار، نورتني بجد واتبسطت جدا. ربنا واتمنى كل اللي يشوف الحلقه يتبسط، واتمنى يكون كل المعلومات اللي اتكلم فيها نجار فيما تخص تدريب التمثيل، لو حد حابب يستفيد بالمعلومات دي ان شاء الله يكون اتكعبل في معلومه تفيده باذن الله. فشكرا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وسلام.